لو انت شاري ديفايس جديد راوتر او سويتش وهتركبه في شبكتك، المفروض انك تعمل له basic configurations. البيزك configurations دي مجموعة من الأوامر بتضيفها للراوتر وهو لسه جديد في بداية شغله علشان سببين مهمين جدا. السبب الأولاني إنه الراوتر أو السويتش يبقوا operational، يعني يبقوا شغالين بيؤدوا دورهم على سكيل قليل، يعني يا دوب بس إن هم يقدروا يستلموا داتا يسلموا داتا، ما عملتش حاجة يعني advanced، بس يبقوا شغالين. السبب التاني إنك تقدر تدخل عليهم ريموتلي من أي مكان، ومش شرط أبدا إنك تروح لحد عندهم علشان تعمل أي تعديلات أو تغييرات في الكونفيجريشنز. النهاردة إن شاء الله هناخد إزاي نعمل basic configurations لراوتر، وبرضو إزاي نعملها للسويتش، فتابعوا معايا. وأحب أفكركم إنه في خصم 50% على الكورسات الكاملة المسجلة لحد يوم 10/6، وفي كورس CCNA أونلاين لايف جديد هيبدأ يوم 1/7 بإذن الله. والكورس ده هي للمبتدئين اللي هم لسه ما يعرفوش حاجة خالص عن الشبكات. لو حابب تنضم لأي كورس ابعت لنا على الواتساب وهبعت لك كل التفاصيل. تعالوا نبدأ من عند الراوتر. أول حاجة ممكن إن احنا نغير اسم الراوتر نفسه في الكونفيجريشنز بأي اسم يعجبنا، يعني مثلا ده راوتر الإدارة فأقول له admin أو أي اسم يعجبك. الأمر ده مش ضروري جدا في البيزك configurations، بس هو بيخلي الراوتر أو الاسم يعبر عن دور الراوتر أو مكانه في الشبكة، وده بيبقى أسهل جدا في المانجمنت بعد كده. الأوامر بقى الضرورية جدا، أول حاجة ال IP address بتاع الراوتر. بتدخل على الانترفيسز اللي هي اوريدي واصلة معاك في الشبكة، واصلة في سويتش، واصلة في راوتر تاني، واصلة بإنترنت، وبتبتدي تظبط لها الأوامر بتاعتها. بتعمل لها نو شوت وبتبتدي تقول لها IP address وتديها ال IP بتاعها. الأمر ده بتكرره زي ما انت عايز بعدد الانترفيسز اللي هي واصلة فعليا وهتشتغل معاك في النتورك. الأمر ده مهم جدا، سواء ان الراوتر يبقى شغال أساسا معاك، وكمان عشان أنا بستخدم ال IP address ده بعد كده في الريموت اكسس، يعني بستخدمه عشان أقدر أدخل على الراوتر عن بعد. من الأوامر المهمة جدا برضو ال privilege password أو الباسورد اللي بتطلب قبل ال privilege mode. بمناسبة الباسوردز، أنا عاملة فيديوهات كتير جدا عن إزاي تعمل كلمات سر مختلفة للراوتر. هنا أنا بعمل البيزك configurations، فبستخدم الموست بيزك commands، أسهل أوامر أنت ممكن تستخدمها. إنما لو عايز حاجة more advanced أو عايز إن أنت تشوف إزاي هتستخدم سيرفر في الموضوع أو تعمل يوزر نيم وباسورد أو كده، فارجع للفيديوهات اللي قبل كده. هنا بقول له enable secret وبظبط كلمة السر بتاعتي. من برضو الحاجات الضرورية ال VTY اللي هي الباسورد بتاعت الريموت اكسس. بقول له line VTY وحدد العدد وبحدد كلمة السر بتاعتي وبقول له login. دي الضروريات جدا. من الحاجات المهمة برضو انك تعمل باسورد للكونسول لاين. هل ده ضروري؟ لا، انما مهم علشان ما يبقاش متساب كده الكونسول بتاع الراوتر مفتوح لاي حد يدخل عليه في اي وقت طالما هو فيزيكالي قريب من الراوتر. كده انت امنت الدنيا، محدش يقدر يدخل على الكونسول من غير باسورد، وظبطت الريموت اكسس باسورد سواء ال VTY او البريفليج، وعملت الاي بي بتاع الراوتر. طب لو سويتش، كده احنا على السويتش بتاعنا هنقول له enable. بنفس القصة، في أوامر متشابهة جدا، يعتبر المختلف قوي هو الاي بي بتاع السويتش. فخلينا الأول نعمل الأوامر المتشابهة مع الراوتر. برضو لو انت حبيت ان انت تغير اسم السويتش بتقول له مثلا سويتش مانجمنت مثلا، وكده تبقى انت غيرت اسم السويتش. عايز تدي privilege password بتقول له نفس الأمر بتاع الراوتر enable secret وتكتب كلمة السر اللي انت عايزها. عايز تظبط الكونسول باسورد عشان ما تبقاش سايبه مفتوح، بتدخل line console 0 بتقول له باسورد كذا وبتحدد ان login required.
برضو السويتش يا جماعة ينفع تربطوه بالتريبل اي سيرفر، ينفع تعملوا له يوزر نيم وباسورد زي الراوتر بالظبط. برضو من الحاجات المهمة جدا انك تعمل باسورد للفي تي واي عشان الريموت اكسس. بتقول له لاين في تي واي وبتقول له باسورد وبتحدد كلمة السر بتاعتك اللي انت عايزها وبتقول له لوجن. في حاجات مور سكيور بس زي ما قلت لكم دي في الفيديوهات اللي هي المور ادفانسد، انما ممكن تكتفي بكده جدا. زي ما اتفقنا كل الأوامر دي ملهاش أي لازمة لو مفيش اي بي للسويتش، فعشان ندي اي بي للسويتش بنبتدي ندخل على المانجمنت فيلان، لأن السويتش البورتس بتاعته بتكون layer 2 وما اقدرش أصلا إن أنا اديها اي بي ادرس. وعشان أعمل مانجمنت أو أدخل ريموتلي ده ما بيتمش غير عن طريق استخدام الاي بي. طب أدي اي بي للسويتش إزاي؟ بنقول له interface VLAN 1. فيلان 1 باي ديفولت هي المانجمنت فيلان بتاعت السويتش، وتقدر برضو ان انت تغيرها، وهتلاقوني عامله لكم فيديو عن المانجمنت فيلان بتاعت السويتش بالتفصيل. بقول له انترفيس فيلان 1 وبقول له نو شوت وببتدي اديها اي بي ادرس من النتورك اللي هو فيها علشان هو ده الاي بي اللي انت هتستخدمه بعد كده في الريموت اكسس. كده انت تمام خلاص. تقدر دلوقتي ان السويتش ده تدخل عليه ريموتلي من اي مكان، وبرده الراوتر انت كده ظبطت له البيزك كونفيجريشن. زي ما شايفين ان الاوامر دي حاجه بسيطه خالص، مش هتاخد منك في كل جهاز دقيقه او دقيقتين، بس بتسهل عليك شغلك جدا جدا بعد كده، سواء انت حبيت انك تدخل ريموتلي على الديفايس او حبيت ان انت تعمل عليه بينج عشان تتاكد ان انت قادر ان انت توصل له، او تدخل عليه باي مانجمنت ابلكيشن. فكده انت ريدي ان انت تمانج الديفايسز بتاعتك ريموتلي من اي مكان. مش شرط ابدا ان انت توصل لهم دايركتلي عن طريق الكونسول. لو الفيديو ده مفيد بالنسبة لكم يا ريت تعملوا لايك وشير كتير، ويا ريت لو حد عنده اي حاجة عايز نتناقش فيها يكتبها لي في الكومنتس. شكرا لكم.